خليني أقول لكم الأسطورة الثانية أو القصة الثانية اللي سببت لنا رعب وإحنا أطفال، قصة أم حمار. يعني قصة أم حمار كانت، يعني أنا لين عمري 10 سنوات في ناس كانت تتكلم وتقول إن هالمرة هذه موجودة، ويمكن تكون موجودة، احنا ما ندري، يمكن إلى الحين موجودة. على العموم احنا نحتاج هذه أم حمار لنا في الحياة، لأن في ناس محتاجة أنها تتسنع. على العموم قصة أم حمار أو حمارة القايلة، هي في قصتين، في أم حمار وفي حمارة القايلة. أول شيء مع سالفة الحمير أيام أول، زين. قصة أم حمار هذه المرة أو قصة أم حمار، إن رجال، انتشرت القصة كذا إن في رجال رايح مسافر وفي الطريق وهو في الطريق لقى مرة تأشر واقفة على الشارع، يعني في مشكلة، في شيء صاير. فالرجال وهو يمشي بالسيارة لقى هذه المرة تأشر، ورجال بعد ما يصير مرة، فوقف لها: آمري يا أخت، شو اللي صاير؟ إيش صاير؟ شو اللي جرى؟ فركبت معاه وهي ساكتة ما تتكلم. هي الأسطورة تقول كذا، زين. هي خوش أسطورة، زين. وظل يمشي معاها وهي ساكتة. يا حجية وين بتروحين؟ يا مرة وين بتروحين؟ فالأسطورة تقول عدة ذي، فإن فجأة هي رفعت يعني العباء إلا شو اسمه، لقى إن رجولها رجول حمار. وبعضهم يقول إن مع المطبات وهو يمشي، تدرون شوارع قبل مع المطبات وكذا انتبه وهج، وما أدري، ناس تقول كلته وناس تقول ما أدري شنو. بس في ذيك الأيام كانوا يقولون إن أم حمار هذه موجودة، وانتبه لا توقف حق أي واحدة في الشارع وهالسوالف. طبعا هذه كلها سوالف القبليين، وكلها سوالف يعني عبارة عن خرافات مال الأول. لازم تعرفون يا جماعة، كانت القصص أيام وهو المسلي الوحيد، فكان جدير بالشلاخين ورواعين السوالف والقصصيين. وقد يكون واحد يوم حب يسلي الجماعة فجاب قصة من وحي الخيال، ومع الوقت انتشرت. وهذا اللي أنا أتوقع، قصة أم حمار وقصة ما أدري شنو وقصة انتشرت بشنو؟ قبل القصصيين ما شفت انتم باب الحارة الحكواتي وهالسوالف، الناس ما كانت تتسلى ولا كانت تضيع يومها أو شيء إلا بإنسان يجي يقص لهم، ينقلهم بالخيال، ينقلهم سواء قصة واقعية أو قصة شيء، ينقلهم بهذه الصورة. فالقصص هذه الخرافية اللي قاعد تصير أنا أتوقع أنها قصص ناس حبت تتسلى، مثل سوالفكم أنتم إذا طلعتوا البر ما يحلى لكم إلا سوالف إيش؟ الجنانوة. خلوني أنتقل بيكم زين، يلا خليني أنتقل فيكم إلى القصة الثالثة، قصة السعلوة. قصة السعلوة يا جماعة مو نفس القصص اللي قبل، اللي أنا جات من أساطير وخرافات اللي قبل. وكان على حسب ما استشفيت أنا الحين، وعلى حسب ما قالوا إن القصص هذه كانت قصة أم حمار وحمارة القايلة. حمارة القايلة بعد نفس قصة أم حمار، بس لأن فيها حمارين أنا قلت أختار لكم حمار واحد، زين. قصة أم حمار